نعيشها ونحياها في مدة مخالفات كما ذكرنا كثيرة وعديدة، ثم تبدأ نقف مع هذه الوصفة وإن هؤلاء الذين استوردوا لنا هذه المعارف، وكل واحد منهم عليه بأن يطلق عليه وصف الضلالي المتخلف الوكالي الذي سفينة هذا الوطن، وإلا لا أقول يخلقنا فحسب مدميره وتدميره يولع نفسي وسفينة الوطن في قعر الوحيد، وإلا هذه الانحرافات وهذه الإعدادات عن دين الله تبارك وتعالى حملت في بيوتها مع الدمار والبلاد والعباد، ولا بد من تسمية الأشياء باسمها. وإلا كان الشيوعية دين عند أهلها، العلمانية والديمقراطية دين عند أهلها، وهم عندما يقولون تطبيق دين الله جل وعلا وإن الدين عند الله الإسلام، سيطبقون علينا دينا سواء، وهذا ما لا يقبله المسلم آمن بالله وأسلم وجهه لله تبارك وتعالى، فلا سخط وبغيض يرتفع وتجد التناقضات صارخة، وإذا فالواحد منهم لربما قال أنا أبيع رقباتي في مقابل أن تكون رأيا، وهم الذين يجاهدون